النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخليفة الثاني للمسلمين. الخليفة الأول كان أبو بكر الصديق، هو كان الخليفة الثاني رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الجاهلية من أشد أعداء الإسلام، كان من أشد أعداء الإسلام، وكان بيكره النبي عليه الصلاة والسلام. آه، سبب إسلام عمر بن الخطاب كان رايح للنبي لما سمع عن الإسلام وعرف مكانه إن هو رايح في دار الأرقم من أبي الأرقم، لأن دار الأرقم من أبي الأرقم دي كانت أول مدرسة لتعليم الدين الإسلامي. كان الرسول بيعلم فيها المسلمين أمور دينهم سرا، تمام، خوفا من ايه، من ايذاء قريش. وكان لسه ربنا ما امرش ان هو ايه، يقول يخلي الدعوه جهريه، تمام. فجه عمر بن الخطاب لما عرف، وكان رايح عشان للنبي، عشان كان قوي جدا. عمر بن الخطاب كان رايح بقى يأذي النبي وكده. فجه واحد قبله في السكه وهو ماشي رايح في الطريق، فقال له ايه، قال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح لايه، رايح لمحمد وكده. فجه قال له عشان الاسلام وكده. راح جه الراجل قال له ايه، قال له يعني انت رايح له، طب ما تشوف اختك الاول، طب ما اختك اسلمت. فقام جاي رايح لاخته، هو التاني بيعطله عشان خاطر يروح يبلغ النبي ان ايه، عمر بن الخطاب ناوي ان هو جاي، وجاي ناوي على شر، تمام. راح لاخته. فلما راح صفعها على وجهها لما عرف ان هي ايه، اسلمت. فراحت قالت له، قال لها وريني اللي هو ايه، القرآن. فهي ما رضيتش، قال لها وريهوني، قالت له خلاص اتوضى عشان اخليك تمسكها، اللي هي الايه، اللي مكتوب عليها القرآن. كانت تقريبا مش عارفه تتصنع من جلود، او من جلود الحيوانات، او حاجه الله اعلم. المهم ان هي مش، ما كانتش ورق. فقال لها اتوضى عشان امسكها، قالت له ايوه. فراح رايح متوضي وقام جاي ماسكها. فلما قرا منها سورة طه، آيات من سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قام الإيمان دخل قلبه. راح قال لها أتفر قريش من هذا؟ وقام جاي رايح للنبي. طبعا النبي فاكر زي ما الراجل بلغه إن إيه، عمر بن الخطاب جاي والنبي على شر. فقام ماسك عمر بن الخطاب من هدومه وراح قايل له ايه، ألم يأن الأوان يا ابن الخطاب أن تتوب؟ قام جه عمر بن الخطاب قام ناطق الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قام قال للرسول ايه، يا رسول الله ألسنا على حق؟ قال بلى. قام جاي واقف واعلن اسلامه جهره قدام قريش كلها، ومحدش قدر يقول له حاجه. حتى جيت ساعه الهجره من مكه للمدينه، كانت كل الناس بتهاجر سرا خوفا من ايذاء قريش، وكانت قريش في ناس بترجعها، ما تقدرش تخليها تسافر. الا عمر بن الخطاب وقف وقال للناس، من تريد ان تفقده امه وتترمل زوجته ويتيتم أطفاله فليلحقني خلف الجبل. قالها كده جهرا، وبالرغم من كده إن محدش قدر يلحقه.